السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. الوصفه نتاعنا لنهار اليوم حبيت اليوم ندير لكم كيكه عيد الحب. واختي الحب. اذا راح نبدا بالوصفه نتاعنا. واسمح نحتاج في الوصفه. هاد الوصفه وصفه سهله بطريقه مبسطه وشرح مبسط وتفهموني ان شاء الله كامل. واللي اول ومبتدئه ما تعرفش تخدم الباتيسري، جبت لكم اليوم احسن طريقه والنتيجه روعه وان شاء الله كامل تنجح لكم باذن الله. وتكتبوا لي في لي كومونتير احباباتي. وقبل ما نبدا وصفتنا لنهار اليوم ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. اذا راح نبدا بالوصفه نتاعنا. واسمح نحتاج 4 بيضات كما تشوفوا. 4 بيضات. انا البيض كان عندي صغير لهنا 4. كان عندكم البيض نتاعكم كبير ديروا غير 3 صاي بدرجه الحراره تكون خارجينك شغل مقبل ما يكونش في الفريجيدان. اذا هنا واسمح نضيف لافاني. انا لافاني عندي غير تاع الساشيات كانت متوفره عندي. نتوما من الاحسن تستعملوا لافاني بودر، ديروا مغرف صغيره. ما عندكمش لافاني بودر ديروا لافاني سائل. راح ندير 2 كيسان نتاع السكر عادي، والكاس يرفد 220 ملل. راح ندير الكاس الثاني كذلك. راح ندير الكاس الثاني نتاع السكر. اسمع حنضيف. اذا راح نخلط هاد المكونات البيض والسكر بالباطر كما تشوفوا. اللي ما عندهاش الباطر من الاحسن ننصحكم تستعملوا الباطر باش تجيكم خفيفه. واللي ما عندهاش الباطر تستعمل الفوي بصح تخلط مليح تحصل على شكل على خليط كريمي. تحصل يكون ابيض صايب. شوفوا هنا جبت كاس تاع الزيت كما تشوفوا. والزيت نحطه بالتدريج، يعني ندير كميه ونطلع بالباطور ونزيد الكميه الثانيه ونطلع بالباطور والكميه الثالثه ونطلع بالباطور صايي كما تشوفوا. اصنع على 3 تدريج. بعد ما خلط المكونات الزيت مليح قلت لكم ديروا بالتدريج. راح نجيب لهنا 2 كيسان نتاع الحليب. 2 كيسان نتاع الحليب. ندير الكاس الاول نتاع الحليب نخلط بالباطور، وندير الكاس الثاني كذلك ونولي عاود نخلطه بالباطور. اذا راح نخلط الاول بسم الله. شوفوا بعد ما خلطته راح نزيد الكاس الثاني بالباطور ونطابه بالباطور. قلنا اكثر في فايكيت ديك اللوط ابيض هنا صايي. هنايا واسمع حندير راح نجيب لهنا صفايه كما تشوفوا. دائما الفاينه نتاعها نعاودو نغربلوها صايي. راح ندير الكاس الاول. هذاك الكاس اللي عبرنا به جميع المقادير راح نعبر به الفرينه. ندير الكاس الاول. ندير كذلك الكاس الثاني كما تشوفوا.
كذلك 2 أكياس خميرة الحلويات، كل كيس يرفد 10 غرام. الكيس الأول، الكيس الثاني، يعني اللي هنا درنا صافي 20 غرام، 20 غرام خميرة الحلويات. اذا هنا جبت الفوي راح نخلط من الاسفل للاعلى، يعني من التحت للفوق، من التحت للفوق، من التحت للفوق، غير بالعقل هكا باش ما نهودوش هذيك اللي طلعناها بالباطور كامل، هذاك الهواء اللي طلعناه ما يهودش صايي، باش من بعد تجينا خفيفه وتجينا مهويه وطالعه صايي. اذا كيما تشوفوا من الفوق للتحت، من الفوق للتحت. ما تشوفوا. اذا هنا راح نضيف كذلك الكأس الثالث، الكأس الثالث راح تلاحظوا، ودائما نغربلو، هني نأكد لكم دائما نغربلو. غير بالعقل كنخلطو، ما تهودوش هذاك الهواء اللي كنا خلطناه بالبادر. ما تشوفوا. اذا راح نزيد الكاس الرابع ونكتفي. كان الفرينه نتاعها تشرب تجيكم 3 كيسان، اللي الفرينه نتاعها ما تشربش تجيكم 4 كيسان صايي، نتوما ونحسب الفرينه نتاعكم. اذا هنا شوفوا راح نضيف الكاس الرابع، شوفوا نخلط بالفوي. اذا هنا اكتفي، ما عادش نضيف الفرينه، هذا هو الكاس التالي. اذا خلطت كامل ديك الحبيبات ما يبقاوناش نتاع الفرينه، خص الحبيبات كامل يمشي كامل يديروا صاي، ما يبقاوناش. كما تلاحظوا صاي. ها هو دابا بعد ما كامل ما خلطتهم مليح ودوك الحبيبات ما بقاوناش نتاع الفرينه، جبت لهنايا صينيه كما تشوفوا، جبت لهنايا صينيه درت لها ورقه طي، لهنايا كنت درت لها هكا رشيتها بشويه نتاع الماء، عاود درت لها ورقه طي ولا رشوها عفوا كنت رشيتها بشويه نتاع الزيت ودرت لها ورقه طي، لا بغيتو حتى الماء معليش. اذا نشوفوا هنا راح نحط غير بالعقل كما تشوفوا بالتدريج صافي. شوفوا اذا هنا شوفوا، اذا هنا راح غير بالعقل راح نسرحها باش تجي سوا ما تشوفوا. اذا هنا شوفوا كنت حميت لهنايا الفرن على 180 درجه، كي تحموا مليح راح ندخل الصينيه نتاعي ولا الطبله نتاعنا، راح ندخلها على نار قليله حتى تطيب. راح نشعلها من التحت، عفوا نشعلها من التحت، كي تشوفوها من التحت حمارت ودات اللون ذهبي
طفوا لتحت وشعلوا الفوق على نار قليله حتى يضاعف الحجم نتاعها. ما تخافوش منها، واحدة ب10 دقائق ولا طيب معانا صايي. اذا هنايا راح نطيبها ونخليها تبرد. هي الجينواس تاعكم هاد الكيكه انا نبغي نخدمها تخدموها يا في الليل، تخرج الصباح تخدموها ولا تخدموها الصباح بكري وفي نصها طيبوها صايي. اذا لهنا صايي، اذا راح نطيبها وراح نرجع لكم فيما بعد. هاي دي بعد ما طابت لنا الكيكه تاعنا، شوفوا طابت الله يبارك. اذا جبت لنا هذا المول نتاع القلب كما تشوفوا الشكل نتاع القلب، اذا هنا راح نقطعه كما تشوفوا. هيا بعد ما قطعتهم نوقفوا على شكل قلب من هذا المول كما تشوفوا متواجد في الاسواق. قطعت لنا 3 تاع الطبقات، خصكم تقطعوا 3 تاع الطبقات. اذا هنايا جبت هنايا كميه نتاع لا كريم فريش. انا استعملت هذه ايلا، كاين هولالا، كاين ماجي، كل وحده هذه النوعيه اللي تحبوها، هذا اختياري. جبت هنا كذلك كريمه شونتيي. اذا راح ندير كريمه شونتيي راح تشوفوا كريمه شونتيي تكون دايرها من قبل في الفريجيدان بيتينها هي ولا كريم فريش. اذا راح ندير هنا لا كريم فريش، انا هنا عندي لا كريم فريش عندي صامته ما عنديش حلوه. شوفوا راح ندير كميه. اذا هنا راح نطلعهم بالباطوغ راح نرجع لكم فيما بعد. راح ندير كذلك كميه نتاع الحليب بارد ولا الماء بارد، راح نطلعهم ونوليكم فيما بعد. اذا هنا شوفوا هاي دي بعد ما طلعت لا كريم فريش مع كريمه شونتيي. لا كريم فريش دائما كما انايا هاد لا كريم فريش كانت عندي جايه صامته ما فيهاش السكر صاي. ضفت لها ديك الكريمه شونتيي، طات لها بنه وزادت لها في الحلاوه صاي. نتوما ما بغيتوش ديروا الكريمه انا ننصحكم ديروا كان غير 2 معالق كبار نتاع كريمه شونتيي. ما عندكمش لا كريم شونتيي ديروا غير مغرف كبير تاع السكر صاي. اذا هنا الحلاوه صايره عندي مليحه. انا النصف باش نحشي به العجينه راح ندير له عطر نتاع الفخاز. اذا هنا اسمعوا راح ندير جبت لهنايا كما تشوفوا القالب الاول نوريكم. جبت لهنايا هاودا، شوفوا العجينه جاتنا خفيفه الله يبارك. شوفوا اذا راح نجيب القالب الاول بس راح ندير راح نثقبه لهنايا الفرشيطه وراح نسقيه نشربه بالسيرو كدرته مسبقا. كدرت نص كاس نتاع السكر مع كاس نتاع الماء شريحه نتاع ليمون وخليته يغلي في الكاسرونه. اذا راح نسقي بيه ولا نشرب بيه. اذا هنا شوفوا بسم الله كان اللي يبغي يشربها بزاف كان اللي غير شويه، كل واحده باختيارها. ما تشوفوا ندير هنا نشربها مليح خليها تشرب. راح جبت كميه نتاع هذيك لا كريم فريش اللي طلعتها، درت لها عطر نتاع الفاز راح نخلطها عفوا كما تشوفوا ما تلاحظوا. اذا هنا شوفوا راح ندير كميه كما تشوفوا غير بالعقل.
نستعمل المول باش يساعدني. ما تلاحظوا نستعمل المول هذا ما تلاحظوا. اذا هنا راح ندير الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه راح ندير هذيك الطبقه اللي تكون عندنا مفته، والطبقه اللي تكون صحيحه نديرها من الفوق. راح نوريكم. اذا هذه شوفوا عندي لهنا مفته نصها نص منه، راح نحطها غير بالعقل كما تشوفوا، ولا هنا راح ندير لها كذلك نص. ندير لها هذاك القطع ولا هذاك اللي بقاو لنا كذلك، راح نرميهم انايا، راح نخدمهم تحليه اون باسادور. طيب اذا كما تشوفوا لهنا نسيت لهنا باش نشربها، معليش نتوما تبغوا تشربوها تبغوا تخلوها، انا معليش خاطر عندي الكريم شانتي حلوه مانبقاش نشربها. الطبقه الاولى راح نشربها كما تشوفوا. راح ندير كذلك طبقه تاع كريم فريش، طرقوا عليها باش تجيكم سوا. هنا شوفوا بعد ما درت هاد الكريم شانتي. نتوما في الحشو هذا الحشو يكون اختياري، الحشو تبغوا ديروا الفخاز ولا هكا فواكه ولا هذا اختياري. اذا هنايا جبت الطبقه التاليه كما تشوفوا، جبت الطبقه التاليه راح نسقمها لهنايا. الطبقه التاليه شوفوا ما درتهاش على وجهها، الطبقه التاليه دائما تقلبوها كما تشوفوا باش كي نسقيها من الفوق ما تبقاش تتعجل لكم وتطل لكم كما هذيك الطشه اللي من الفوق. صاي نديركوا عليها هكا مليح. بين اكتافي صاي. اذا راح نسقيها من فوق، سقوها مليح شربوها غايه كما تلاحظوا. صاي شوفوا هاي دي بعد ما شربتها مليح. بس ما راح نجيب هنايا كميه تاع كريم فريش، راح ندير لها طبقه من فوق كما تشوفوا. طبقه نديروا لها تكون سوا هكا باش تجينا الخدمه نقيه. راكم تلاحظوا انا راح ندخلها في الكونجيلاتور تحكم راسها شويه، راح نرجع لكم باش نديرو التزيين. شوفوا بعد ما خليتها بردت راح ننزع لها هذاك كما تشوفوا كما تلاحظوا حباباتي. ننزعوه غير بالعقل. ها هو ننزع هنا
شوفوا اذا لهنايا راح ندير لها الكريمه. ننزع هذه كامل. كما تشوفوا ننزعو غير بالعقل. ندير لها هنا بالكريم شانتيي كما تشوفوا. اذا هنا في الاطراف واسمح نضيف لها. شوفوا لهنا انا عندي الفيتي، هذا فيتي متواجد في الاسواق المستلزمة الحلويات. اذا لهنا راني ندير لها لهنايا هكا في الجوانب في الاطراف كما تشوفوا. كما تشوفوا اذا لهنا شوفوا هنا وصمه راح نضيف لها من فوق. هاك الفراشات كيف تشوفوا كديكور. همه شوفوا الشكل جا بزاف شباب. دوك من بعد راح نوريكم. اذا راح ندير لها واحد الوردات وراح ندير لها كذلك التركيبه وراح نوريكم فيما بعد ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه كيش خرجت. اذا لهنا حبيباتي هاهي لا طاغت نتاعنا. شوفوا بعد ما كملتها شوفوا جات زين بزاف شباب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. شوفوا جا روعه ان شاء الله تعجبكم. هذا هو شوفوا جات روعه هاد الكيكه ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم اللي وصفتنا ليناها اليوم حباباتي ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.